أهلا بيك في حلقة جديدة من توازن الطاقة الأنثوية. اليوم رايحين نحكو في موضوع دقيق، موضوع بزاف نساء يعانيوا منه بدون ما يفيقوا. علاش صعيب علينا نستقبلوا الدعم، الحب، الاهتمام وحتى الكلمة الطيبة؟ خليني نبدأ بسؤال. آخر مرة قال لك شخص يعطيك الصحة، راك تديري في مجهود كبير، كيفاه كان شعورك؟ استقبلتيها؟ حسيتي بحرج؟ كيفاه كان شعورك في اللحظة هذيك؟ حاولي تتذكري. الاستقبال مش كسل ولا ضعف ولا انتظار سلبي. الاستقبال يعني جاهزة أني نسمح للحياة تمدني اللي نحتاجه بدون مقاومة، بدون خوف، وبدون شعور أني لازم نستحق الأول. الاستقبال هو أنوثة في أنقى صورها، لأنها الأنثى بطبيعتها تستقبل وتهضم وتحول وتعطي من جديد. كالحلقة، نرجع للأصل. كثير من النساء تربوا على فكرة كوني قوية، ما تحتاجي حتى واحد، ما تعوليش على حد. ومع الوقت تولي المرأة تحس أنه المساعدة معناته ضعف، والدعم معناته نقص، وهي لازم تهز كل شيء وحدها فوق كتافها. لما مرة طلبنا دعم وما لقيناش، القلب يبني آلية دفاع. ما نحتاج حتى واحد به ما نتجرحش، نولي هكا نقول لنفسي، وهكا نحب نعطي ونخدم، لكن في الداخل مغلقات. الشعور بعدم الاستحقاق هو أكبر عائق. نسمع كلمة جميلة، مخي يبدأ يقول مشي مني، وكان غير يجامل فيا، كان نزيد نخدم أكثر وكنت نستاهل أكثر. لكن الحقيقة بسيطة، الاستقبال مهارة. أنا شخصياً كانت تجيني لحظات نشعر فيها بفراغ غريب، بضغط، توتر، إحساس بالضياع. كنت دايماً نجري، دايماً في وضع السرعة، ساعات لحد الآن تصرى. نهرب من الهدوء ونقول الهدوء يتعبني، منحبوش، بينما الحقيقة هو اللي كان يشفيني. وسط هذا الجري كامل كان عندي شخص قريب، نحكي له أعماقي، تحليلاتي، خوفي، شكوكي، وكانت عندي مساحة آمنة نهضر فيها بلا حكم وبلا نقد، مساحة تفكرني بصفاتي، بقيمتي، وبالضوء اللي راهو داخلي حتى كي ننساه. لكن الشك عمره ما جا وحده. الشك كان يجي مع صوت داخلي يقول ما تستهليش، ما تديريش، ما تفرحيش، والجملة المضادة. مخي يلعب لي، الضغط يخدعني، والواقع مختلف تماما. تعلمت نقولها لنفسي، تعلمت نوقف الفكرة قبل ما تكبر، وتعلمت نكون ممتنة للأشخاص اللي يعطوني الحب، الحنان، الدعم. والله رزقني بأمان كنت نحتاجه، الحمد لله. وسط هذا كامل فهمت حاجة ما كنتش نديرها، كنت ندير بلوك للاستقبال. حشمة، إحساس باللا استحقاق، ولا هذيك الجملة تاع معليش نقدر نوفرها لروحي، علاه نخلي الناس يديروها لي. لكن مؤخرا تعلمت نقلب الفكرة، حتى لو نقدر نوفر الشيء لنفسي، هذا ما يمنعش أني نخلي روحي تنعم بالحب. نعم، نخلي روحي تستقبل كلمة طيبة، هدية صغيرة، مساعدة، حضن، ولا حتى نية صافية من شخص يحب لي الخير. إذا واحد قال يعطيك الصحة، جاوبي فقط بشكرا، بدون عادي ولا ما درت والو ولا أي واحد يقدر يديرها.
كلمة شكرا هي أول خطوة. إذا زوجك قال نتهلا في الطفل وانتي ارتاحي، ما تقوليش لا لا، معليش نخدمها وحدي. القبول تقوية مش تقليل. لما المرأة ما تستقبلش، الرجل يفقد الشعور إنه عنده قيمة. لكن لما تستقبل كلمة، هدية، مساعدة، دعم، الرجل يشعر إنه مرغوب، مفيد وموجود. وهنا تبدأ الأنوثة تنفتح. وهنا فهمت معنى الاستقبال الأنثوي الحقيقي. مش أنك ضعيفة، مش أنك محتاجة، لكن لأنك إنسانة وروحك تستحق تتغذى. الأنثى اللي تدير بلوك للاستقبال تولي طاقتها متوقفة، وتولي تجذب غير الناس لياخذوا منها، ومع الوقت تولي مستنزفة. لكن النهار اللي نقول فيه أنا نستحق ونسمح لنفسي نستقبل، تبدأ الحياة تتبدل، تبدأ النعم تاع الله تتفتح عليا، وتبدأ الراحة ترجع لي. وباش نختم، أعمق درس وصلني هو هذا: طريقة تفكيري لازم تتبدل. كي تجيني لحظة قديمة تحب تدير بلوك، نتفكر إني حتى لو نقدر نوفر شيء لنفسي، نخلي روحي تتنعم بالحب، نخلي روحي تستقبل، نخلي روحي ترتاح. هنا ترجع الأنثى لطاقتها الحقيقية، هنا يبدأ التوازن، وهنا يبدأ الشفاء. شكرا لحضورك. نلتقي في حلقة جديدة من توازن الطاقة الأنثوية.